السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة وعافية. فأنا عن جد بعتذر اني شوي موقف فيديوهات، بس ان شاء الله حبلش نزل فيديوهات يوميا يوميا حتى توصلني الكاميرا. بتمنى منكم تدعوا لي بدعواتكم الحلوة والموفقة ان شاء الله. بس هالفيديو ما حروحوا على هيك على الفاضي، رح خليكم تستفيدوا منه بقصة حلوة كتير صارت. هي للأسف قصة ما لها حلوة، صارت من فترة من ثلاث أيام بأمريكا. فللأسف قصة رح نتعلم فيها بعض المصطلحات باللغة الأجنبية ورح نستمع لإلها. فهو شخص حرق مسجد بأمريكا. Someone burned a mosque in America. خلينا نسمع. فمثل ما شايفين هذا الفيديو بيوضح لنا عملية الاحتراق اللي صارت للمسجد. ففينا نقول كلمة احتراق اللي هي burn اللي هو حرق، born اللي هو ولد. مثلا في فرق بين كلمة burn وكلمة porn. حاكتب لكم اياهم على الشاشة ان شاء الله هلا بالمونتاج. فمثل ما شايفين هذا الفيديو للأسف حرق المسجد بأمريكا. للأسف الشديد هذا المسجد أنا بصلي فيه بشكل يومي كنت، بس هلا حاليا صرت أصلي بمسجد آخر. أمريكا بالولاية اللي أنا موجود فيها إن شاء الله، ولاية واشنطن سياتل، موجود فيها فقط مسجدين قريبين علي. إذا بدي أروح على مساجد أخرى بتبعد أكثر من ساعة ونصف بالسيارة للأسف الشديد. فشكرا لكم لمشاهدتكم هذا الفيديو. Thank you so much for watching this video. وبتمنى منكم انه تضغطوا على زر لايك، smash the like button. تضغطوا على زر لايك لأعرف كم شخص استفاد من الفيديو وعم يتابعني بشكل مستمر. وبتمنى منكم تصويت على الأوقات الفيديو امتى بتحبوا تنزل الفيديوهات بشكل مستمر. بهذا الوقت اللي انتم هلا عم تشوفوا الفيديو، ولا بتوقيت وحدة او تنتين بتوقيت الرياض؟ بتمنى منكم تصوتوا، رح يطلع لكم شعار للتصويت فوق. وشكرا لكم، وما تنسوا عن جد اذا مو مشتركين بالقناة تنزلوا تشتركوا بالقناة. وبتشكر كل شخص عم يعلق تعليقات حلوة ورائعة. واذا عندك اي سؤال حابب تسألني اياه باللغة الاجنبية علق لي بهذا الفيديو مشان يكون معانا بالفيديو الثاني بشرح لكم شغلات اخرى. فاي شخص حابب يسألني عن اللغة الأجنبية بهيك شغلات وحابب نصور فيديو، بتمنى يحط تعليق تحت الفيديو اللي إنه يا ريت تحكي لنا عن مثلا كلمة الشارع باللغة الأجنبية مثلا شو يعني. فأنا بفيديو آخر بقول له إنه الشارع يعني ستريت، يعني ستريت. فأي شخص بيعلق كلمات باللغة العربية فينا نجمعها للفيديو الثاني لحتى يكون فيديو أنت ساعدت بالإنتاج تبعه حتى نحكي عن مصطلحات أكثر في اللغة الأجنبية. وبتشكركم كلياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يوفقكم لكل خير، والسلام.